السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سامي، وفي الفيديو ده هنعمل مراجعة لموبايل اوبو F3. خليكم معنا. اوبو F3 المنافس الجديد في فئة الهواتف الهاي ميد رينج، واللي هي تقريبا في السوق المصري تتراوح ما بين ال 5000 جنيه لل 6000 جنيه مصري، يعني تقريبا $300. بالنسبة لتصميم الجهاز، جه تقريبا بنفس تصميم الاوبو الاف 1 اس، ولكن باعتاد وامكانيات اعلى منه. غير كده الجهاز جه مشابه جدا بالايفون 6s بلس، نفس الحلقة الدائرية للكاميرا الذهبي، ومن تحت هنلاقيه بنفس التصميم بس قلبين مكان السماعات، أزرار التحكم في الصوت وزرار القفل في نفس المكان. بس اللي لاحظته هنا إن زرار القفل بتاع الأوبو جه أطول شوية، وده هيدينا ملكة لما تيجي تدوس عليه أريح وأحسن بكتير. كمان الجهاز لاحظت إنه رفيع جدا، فبيجي بسمك 7.3 ملم، ولكن لاحظت إن في حافة للشاشة من الجنب، واللي بتضايق شوية مع استخدام الموبايل لفترة كبيرة. طبعا الجهاز جاي كله من المعدن، واللي بقى طبيعي في الفئة السعرية دي والفئة الأقل كمان. بالنسبة للآيفون 6s بلس فهو أكبر من الأوبو، مع إن الاتنين شاشاتهم 5.5 بوصة، ولكن الأوبو استغل المساحة كويس جدا وجيب حواف شاشة أو بازلز أقل من الآيفون، وجيب حواف فوق وتحت أقل عموما، ودي أنا شايفها ميزة في الأوبو. طبعا مش أقل حواف في العالم، ولكن جت بصورة كويسة جدا ومناسبة لسعره والحجم. بالكلام عن حواف الشاشة، فشاشة أوبو F3 جت بحجم 5.5 بوصة بدقة فول HD، واللي هي 1920 في 1080، واللي بتدينا كثافة بيكسلات 401 بكسل في كل بوصة، واللي جت محمية بطبقة جوريلا جلاس 5، وده نادر جدا لما تلاقي موبايل في الفئة دي فيه جوريلا جلاس 5، ده لو لقيت طبقة حماية أصلا. الشاشة ادتني ألوان ساطعة وساتيوريتد جدا أو مشبعة، وكمان سطوع الشاشة تحت أشعة الشمس كان كويس جدا، ما حسيتش إني عايز أعلي البرايتنس عن كده، وكمان ما لاحظتش أي بيكسلات واضحة في الصورة أو وأنا بقرأ كلام مثلا. فالشاشة ممتازة الحقيقة في الفئة السعرية بتاعت الجهاز. بالنسبة للكاميرا، وهي الميزة اللي نازل بيها الجهاز وشعار الجهاز أصلا اللي هو سيلفي اكسبرت، فالموبايل جاي ب3 كاميرات. الكاميرا الخلفية واللي جت بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 ادتني أداء جيد إلى حد ما، مش وحش نهائي في ضوء النهار أو لو مكان منور بشكل كويس، ولكن في الأماكن الضلمة الصورة كان فيها نويز أو جرين، وده طبعا بسبب فتحة العدسة اللي هي 2.2 واللي تعتبر ضيقة إلى حد ما. أما بالنسبة للكاميرتين الأماميتين فكلمة سيلفي اكسبرت مش من فراغ، فعندنا كاميرا عادية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، واللي ادتني صور رائعة وتفاصيل في الصورة ممتازة وتباين ألوان ممتاز برضو. ولكن لو كنت مهتم بإنك تعمل فيلوجز مثلا، فالكاميرا التانية واللي جت بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 أنا بعتبرها جو برو بس في جيبك وفي موبايل. العدسة بتصور بزاوية 140 درجة، فهتديك صورة وايد جدا وهتعمل منها صور وأفكار رهيبة برضه. الجدير بالذكر إن ال3 كاميرات بيصوروا فيديو لغاية دقة 1080p أو فول HD، فممكن تصور بالكاميرا الوايد اللي قدام فيديو لغاية فول HD وتستخدمها في رحلات، او لو انت بتعمل زي ما قلت فيلوجز مثلا هتفيدك جدا. ولكن برضو لازم نقول ان الكاميرات ما فيهاش تثبيت صورة بصري او الكتروني حتى، فالكاميرا في الفيديو هتتهز منك لو مش مثبتها كويس. اما الامامية عشان وايد جدا او واسعة فمش هتحس انك بتتهز قوي يعني. اما عن عتاد الاوبو F3 او امكانيات الجهاز، فبيجي بمعالج ميديا تك 8 النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز، مع رامات بسعة 4 جيجا وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا، ومعالج رسوميات أو GPU المسؤول عن الألعاب من نوع مالي T860. طيب دلوقتي موضوع المعالج اللي مضايق ناس كتير جدا، إن الأوبو F3 نازل بمعالج ميديا تك مش سناب دراجون أو مش أي حاجة تانية، فالموضوع ده مضايق ناس كتير جدا إن الموبايل بمعالج ميديا تك فممكن ما يأديش زي مثلا سناب دراجون ما هيأدي. طيب دلوقتي الموبايل ده نازل ينافس إيه في السوق؟ أنا من رأيي إن هو نازل ينافس اللينوفو البي 2 والهواوي GR5 2017 ايه نسخة ال 4 جيجا رام وال 64 جيجا ذاكرة داخلية. طيب عشان نقارن بين الموبايلين دول او نقارن بين معالجات الموبايلين دول بالاوبو الاف 3، في تطبيقين هم اللي بيحددوا لنا بالظبط اداء المعالج او اداء الجهاز ككل بالارقام، مش ان انا اجرب بالموبايل واقول لكم ان ده سريع وخلاص، لا
احنا بنتكلم هنا بالارقام. فعندنا دلوقتي في انتوتو بنش مارك الاوبو الاف 3 جاب 52,000 نقطه، لما نيجي نشوف اللينوفو البي 2 هنلاقيه جايب 58,000 نقطه، والهواوي جي ار 5 2017 ال 4 جيجا رام جايب 57,000 نقطه. دلوقتي انتوتو بنش مارك بيقيس الموبايل ككل من جي بي يو او معالج رسوميات لرام لكل حاجه، فده برده مش سكور صحيح هيبين لنا اداء المعالج ايه بالظبط. ولكن 52,000 من 58,000 او 57,000 مش رقم كبير قوي، مش فرق كبير قوي ان احنا نقول ان المعالج ده وحش او الموبايل ده اداؤه مش حلو. لا يعني مش هتفرق قوي. وزي ما انا قلت ان انتوتو بنش مارك بيقيس اداء الموبايل ككل مش المعالج بس، ولكن التطبيق اللي هيحدد اداء المعالج بس، اداء المعالج فقط بدون تدخل بمعالج رسوميات او رام او ايا كان، فهو تطبيق الجيك بنش 4. على تطبيق جيك بنش 4 اوبو الاف 3 جاب لسكور السنجل كور او النواه الواحده 750 تقريبا، ولسكور المعالج ككل او جميع الانويه 2700. لو جينا بصينا على اللينوفو البي 2 اللي هو السناب دراجون 625 هنلاقيه جايب بالظبط نفس الرقم. ولو جينا بصينا للكيرن 655 بتاع جي ار 5 2017 هنلاقيه تقريبا جايب اعلى منه ب100 او حاجه، يعني تقريبا الثلاث معالجات بنفس الاداء ونفس الحاجه. وبرضه هرجع واقول ان لكل موبايل ميزه وعيب، وانت اللي بتحدد انت عايز تشتري ايه. فمثلا لو انت عايز تشتري كاميرا اماميه زي دي بالظبط اللي في الاوبو اف 3 مش هتلاقي موبايل تاني فيه الكاميرا دي. ومحدش يقول لي الانفينكس الاس 2 لان انا جربت الانفينكس الاس 2، هو فعلا فيه كاميرا وايد زي دي ولكن مش بالجوده دي ومش بالدقه دي خالص ونهائي. ولكن انت لو عايز كاميرا خلفيه احسن من الاوبو الاف 3 هتشتري جي ار 5 2017، ولو عايز بطاريه احسن من الاثنين هتشتري اللينوفو البي 2. فالكل موبايل ميزه وعيب، وانت اللي بتختار انت محتاج ايه من الموبايل، وعلى اساس كده انت اللي بتقرر هتشتري ايه. فباختصار اداء المعالج الميديا تك في الاوبو الاف 3 مش وحش نهائي، بالعكس ده هو اداني اداء كويس جدا. وكمان شركه اوبو عامله اوبتمايزيشن للسوفت وير مع الهاردوير بشكل جبار جدا. يعني بمعنى ان انا كنت بفتح مثلا برنامج من يومين اجي الاقيه في ريسنت ابس مثلا هو البرنامج رقم 20 افتحه الاقيه لسه متسجل في الرام، يعني هو لسه مفتوح ما يعملش لود من اول وجديد. ودي ميزه كويسه جدا. وشركه اوبو زي ما انا قلت عامله اوبتمايزيشن للسوفت وير مع الهاردوير بشكل كويس جدا، زائد ان المعالج مش وحش نهائي زي ما احنا شفنا بالارقام. بالنسبة لأداء الألعاب فأوبو اف 3 زي ما قلنا جه بمعالج رسوميات من نوع مالي تي 860 واللي اداني أداء كويس جدا في الألعاب. فجربت عليه أسيلوتو وبوليت فورس وأسفلت 8 اشتغلوا عادي جدا بدون مشاكل. يمكن كنت بحس بسخونة الجهاز شوية أثناء اللعب وسخونة واضحة ولكن ما اتلسعتش يعني. اوبو اف 3 جايب اندرويد 6.0 مارشميلو، واللي كنت اتمنى ان هو يبقى اندرويد نوجا لان خلاص احنا بقينا في 2017 يعني. وجايب واجهه المستخدم بتاعه اوبو واللي هي كولر او اس. الواجهه واخده حاجات كتير جدا جدا من الاي او اس بتاع الايفون، تقريبا نفس اعدادات الجهاز وبالترتيب ونفس اشكال الايكونز بتاعتها كمان. وكمان السوفت وير الكاميرا مشابه بدرجه غير عاديه بالايفون، تقريبا هو بس نسخه اندرويد يعني. نفس الايقونات باماكنهم، حتى نفس مربع الفوكس بنفس الترتيب، نفس الدايره بتاعه التصوير، نفس كل حاجه. يمكن الناس تشوفها عيب ولكن انا شايف انه مش عيب مادام بيقضي الغرض وسهل ومش معقد يبقى تمام. كمان بالنسبه للسوفت وير ففي حاجه ضايقتني، ان لما بيجي لك نوتيفيكيشن او اشعار مش بيبان علامه التطبيق اللي جاي منه الاشعار، وعشان تشوف الاشعارات اصلا لازم تنزل الدرج اللي فوق وتسحب للشمال عشان تشوف الاشعارات، مش بتشوفها على طول اول ما تسحب الدرج. ولكن اعتقد ان ده هيتحل في تحديث سوفت وير بسيط. اعتقد هواوي ميت 9 كان كده اول ما استلمته واتحل بتحديث سوفت وير، ولكن يا ريت اوبو تستعجل في الموضوع ده. اما عن بطاريه الجهاز فالاوبو اف 3 جيب سعه 3200 ملي امبير، وللاسف مش بيدعم الشحن السريع، ومدخل الشاحن برضو اللي جه من نوع مايكرو يو اس بي، واللي كنت اتمنى ان هو يبقى تايب سي، ولكن ده متوقع في الفئه السعريه بتاعه الجهاز. البطارية ادتني تقريبا 5 ساعات من وقت عمل الشاشة و10 ساعات من وقت عمل الجهاز ككل. مش بطالة بالنسبة لاستخدامي، ولكن بالنسبة لاستخدام واحد قاعد على طول على الموبايل ومش بيسيبه في ايده هيعوز يشحن الموبايل بعد 5 ساعات من وقت عمل الشاشة. وللعلم الجهاز شحن من 0 ل 100 في ساعة و50 دقيقة، واللي انا شايفه انه يعتبر شحن سريع الى حد ما. بصمة الاوبو من ايام الاف 1 اس وهي من اسرع مستشعرات البصمة اللي جربتها في حياتي، وبرضه الاف 3 من اسرع البصمات اللي ممكن تجربها. بمجرد انك تلمس البصمه هتفتح من غير ما تفكر اصلا ان هي فتحت.
والجدير بالذكر برضو ان زرار البصمة ده مش زرار، هو مستشعر البصمة بس، وممكن تستخدمه في انك لو لمست البصمة لمسة واحدة هيعمل باك او هيرجع خطوة واحدة، بدل ما تدوس زرار الباك اللي على اليمين واللي جه شفاف ولكن بينور بنور قوي هو وزرار الريسنت ابس واللي جم على شمال ويمين مستشعر البصمة. من الحاجات اللي ضايقتني في الجهاز ان مكان السماعات على شمال الجهاز مش على اليمين، فلو انت ماسك الجهاز في الوضع الافقي كنت بتتفرج على فيديو مثلا او بتلعب، فطبيعي ان ايدك هتيجي على السماعة وتكتمها تماما. كنت اتمنى ان هم يعملوها على اليمين مش على الشمال زي باقي الاجهزة. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد من القناه. كان معكم محمد سامي في رعايه الله. السلام عليكم.